اوكي، السفر بالنسبة لي هو اجمل حاجة في الحياة، هو الاكسجين بتاعي. لما بيكون عندك رحلة طيران طويلة، حاجتين اتنين بيبقوا مهمين بالنسبة لك: الأمان والراحة. وده اللي لقيته في طيران الإمارات. طيران الإمارات بيوفر واحدة من أكبر طائرات العالم، وهي ايرباص A380. هي فعلا أكبر طيارة بتنقل ركاب. مغامرة السفر إن أنت كل مرة بتروح وبتشوف أماكن جديدة مختلفة، وبتجرب تجارب عمرك ما شفتها في حياتك. لذلك قررت أروح أطول رحلة طيران في حياتي، والنهاردة أنا قررت أسافر من قطر إلى دبي، ومن دبي إلى أمريكا. And around the world, at any given moment of time, hundreds of swift airliners are weaving their patterns of peaceful trade and commerce along the invisible highways of the sky. But wherever they may be, and whatever their point of origin, all of these planes have one thing in common. They all have to land. دلوقتي ماشيين من الهوستل. Okay guys, bye. See you. All the best. See you maybe in next trip in future. All right. Bye. Yeah, thank you. من الهوستل رايحين لأطول رحلة. Bye. Bye. Say bye for the guys, and you guys, you can come here. All right. أحسن هوستل وصلت له هو ده المكان. هبسيب لكم اللينك بتاعه لأنه بصراحة مكان رائع جدا. رايحين لأطول رحلة ممكنة. خلصنا من قطر، نقول لها سلام ونجهز لمكان جديد، بس المكان المرة دي بعيد شوية، بعيد قوي كمان. يلا بينا. طريق للمطار متأخر كالعادة برضو. موضوع المطار دايما معايا هو اللي بيعمل لي أزمة، بس كويس إن أنا عامل تشيك إن أونلاين عشان أستغل الوقت. لسه في المترو، وصول إلى المطار، متأخرين. طيب وصلت المطار، بس لسه متأخر. عاوز أسأل على البوابة، ربنا يكرم ويسر الله. I'm sorry, gate P17 please. أخيرا وصلت، بس أنا الطيارة كانت متأخرة وكان حظي حلو فلحقت على اللحظة الأخيرة. يعني الحمد لله الرحلة ما كنسلتش علينا. اديني قاعد مستني اهوت عشان هتوجه الى اطول رحلة طيران في حياتي. اعرفكم هنروح فين، بس دلوقتي احنا في مطار الدوحة قطر. هنتحرك من مطار قطر الى مطار دبي، ومن مطار دبي للوجهة اللي انا رايحها، فخليكم معايا ومتابعين عشان هتبقى رحلة طويلة قوي. هي 20 ساعة طيران، مش عارف انا هعمل فيها ايه بصراحة ال 20 ساعة طيران دي لحد دلوقتي، بس هنشوف مع بعض. خليكم معانا بقى واستنين. في راكب معطلنا فمستنيين، وكده كده تأخيرة ورحلة طويلة مش مشكلة. أخيرا بعد انتظار طويل وصلنا الحمد لله.
بص يا معلم، احلى حاجه اللي انت هتلاقي تدور عليها في المطار بعد كل المطاعم الفانسي، انت مش هتلاقي غير ماكدونالدز حبيبك بتاع الغلابه. فاحنا نروح نخبط كوبايه قهوه بلاك كافيه من هناك. طيب وحان الان رحله الصعود، فاضل شيء بسيط جدا، خلاص قربنا. دلوقتي بقى نقدر نقول فعلا أوقات بسيطة وهنبدأ الانطلاق. وصلنا وقعدنا مستنيين الانطلاق. Just safety and security is always a hard word. If you're wearing a cloth, then put on this mask. Once you use disposable gloves, أخيرا وصلنا بعد رحلة شاقة كبيرة أوي، 20 ساعة أعتقد، ما حسبتش بس أعتقد 20 ساعة أو أكتر كمان. لسه في الطيارة دلوقتي نخلص إجراءاتنا ونطلع بره إن شاء الله، نشوف المفاجآت اللي من هنا بقى. So he traveled across the sea to the land of opportunity, which is where the fairy tale ends and our story begins. الموضوع سهل، طلعنا من المطار من مطارات أمريكا والموضوع دلوقتي بسيط. أنا دلوقتي لسه واصل حالا على لوس أنجلوس، ودي في كاليفورنيا. فدلوقتي انا هاخد ترام عشان اوصل للمكان اللي انا حاجزه. فتحدي جديد برضو بعد ما وصلنا بالمطار، لان الموضوع انا مش حد مستنيني خالص وما اعرفش اي حد هنا. تايه بقى دلوقتي في شوارع امريكا. يلا بينا